أتذكر أول لقاء صار بيني وبين ضاري إنه كانت عنده هالفكرة، فكرة إنه بيسوي شيء. قبل لا يبدي كلش نهائياً، فصار الحوار واتفاقات شيء سريعة بسيطة. والحلم هذا اللي كان عند ضاري قبل كم سنة الحين ما شاء الله صار ايفنت كلكم تنطرونه كل سنة. هالسنة اللي فاتت مع القرية صاروا العوائل ينطرونه وياخذون عيالهم وصار اكتيفيتي. وطبعا ما في حلم يتحقق كطموح الا وتواجهه عراقيل. ودورنا هو نفس الدور اللي انا الحين جايه عشانه، ان احنا نشوف كل واحد فيكم اللي موجودين في هالقاعة كل واحد شنو الحلم اللي في باله. يمكن البعض راح يلقى ان مشروعه بعيد عن الاي تي، لكن يظل راح احاول اقول شغلات عامه، واللي اقترحوا مشاريع لها علاقه شويه بالابس على حسب اللي عرفته من دردشه مع الاخت نور ممكن يستفيدون بشكل مباشر. فهذا كله عشان لا تاخذونها بس انه جايين نعطي طريق وان دايركشن. الحين عاد ابي اسمع منكم انتم، ابي اعرف كل فريق موجود شنو فكره مشروعه مختصر، عشان ابدي احاول قدر الامكان اشوف شنو اللي حق كل واحد فيكم شيء ممكن يفيده. اللي سمعته اليوم كل هالسبع أفكار كلها ممكن تترجم إلى شيء واقعي وتنجح. يعني في وايد أشياء ممكن تترجم بس هي تكرار لأشياء موجودة، فيعني نجاحها عادي. يعني another يعني whatever اللي يطلع مثلا شيء موجود أمس هذا اليوم هذا الكوبي منه. يعني فتح مطعم هني هذا المطعم الثاني اللي يمه ويصيرون ثالث ورابع فالحلو اللي سمعته الحين لا صراحة يفرح. ويفرح اوكي وبعدين منار يعني فرحنا واستانسنا ونطلع، لا في اشياء ممكن من اليوم نبدا الشغل على التنفيذ مالها. اللي سمعته اليوم كل هالسبع افكار كلها ممكن تترجم الى شيء واقعي وتنجح. يعني في وايد اشياء ممكن تترجم بس هي تكرار لاشياء موجوده، فيعني نجاحها عادي. يعني another يعني whatever اللي يطلع مثلا شيء موجود امس هذا اليوم هذا الكوبي منه. يعني فتح مطعم هني هذا المطعم الثاني اللي يمه ويصيرون ثالث ورابع فالحلو اللي سمعته الحين لا صراحة يفرح. ويفرح اوكي وبعدين منار يعني فرحنا واستانسنا ونطلع، لا في اشياء ممكن من اليوم نبدا الشغل على التنفيذ مالها. زيارتي لبرنامج شقردي اليوم صراحه ممتعه جدا، لان بكل بساطه الامتاع كان فيها ان في مشاريع ممتازه وابداعيه، افكار ناضجه جدا تحتاج بس بولشينج بسيط لوضع خطه ان شلون تنفذ، وانا متاكده اذا نفذت راح تخدم هالبلد. ومتأكدة بأن الشباب اللي وراها حسيت بحماسهم ورغبتهم في النجاح، فشيء واضح بأن يبون ينتجون ويبون يقدمون شيء مختلف. المميز في المشاريع هذه مو بس الأفكار، إنها متجددة بطريقة حيوية تناسب هالجيل تناسب هالعمر وتخاطبهم، وهذا الحلو. يعني إذا أنت تبي شيء ينجح لازم يكون متجدد يلبي حاجة السوق اليوم وفي نفس الوقت يحقق هدف وقيمة معلوماتية قيمة ثقافية وعلمية. فكل أقدر أقول الله يوفقهم وإحنا معاهم all the way. رياضة أساسها بالكويت في القانون للهواة، في النظام الأساسي للرياضة هي للهواة وليس للاحتراف والأمور هذه. فأنت تجي تلعب في نادي أنت هاوي،
إن كان نادي العربي، إن كان نادي القادسية، إن كان نادي الربع ميل، أيا كان. فبالأساس رداً على سؤالك إن أقدر أطق سيارتي، بأساس إن النوادي لكم. احنا كرؤساء أندية نصير أعضاء جمعية نفع عام نخدم فيها الشباب في الطريقة اللي المفروض تصير صحيحة. فالأساس اللي بالشارع، لأن هذه الرياضة خطرة جداً وتسبب يعني حوادث. يعني لو هو بروحه يصير في شيء ما يخالف، أنا أقول هو يتحمل خطأه وهو اللي سوى، لكن ممكن يقتل فيها أشخاص. شنو الفرق بين السيارة والقذيفة؟ قذيفة المدفع. تشرفت بلقاء الشقردية اليوم، مجموعة كوكبة رائعة من الشباب ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم. أسئلتهم كانت ديناميكية وذكية جدا الحمد لله. صادوني بذكاء، بس الحمد لله أن المعلومة وصلت، والله يوفقهم والله يطرح فيهم البركة لخير ما يعملون لهذا الوطن إن شاء الله.